أهلا وسهلا مرة أخرى في ربع النهائي. المغرب تقصي البرتغال وتتأهل لنصف النهائي وينتقمون من كريستيانو، وكرواتيا لم تسمح للبرازيل برقص رقصة السامبا. وفي حلقة اليوم استضفنا لاعبان من منتخبان تحبونهم كثيرا. أرجوكم رحبوا جميعا بلوتارو مارتينيز وفيرجيل فان دايك. أهلا فيرجيل، كيف حالك؟ توقفا عن أجل تكلم يا أيها الخاسر. هيا نعم اصمت يا إلى أيها اللقاء. المتخاذل. ميسي أخذ ركلة جزاء بالحظ. أنتم لا تستحقون التأهل، نحن من نستحق الفوز. اسمع، أولا ميسي عمك، وثانيا إن أصيب ميسي لن نرحمكم أبدا. أنا كنت أدافع عن فريقي، هذا هو عملي، الدفاع فحسب. أنت تعني أن تدافع جميعا ضد ميسي. بالكاد سجلتم علينا الهدف الثاني آخر دقيقة. احترم نفسك. تريدني أن أحترم برتقالة مقشرة؟ تم القصف بنجاح. الآن فهمت من أين أتى 17 كرتون أصفر. إذا ما هو شعورك بعد تسجيل ركلة الجزاء؟ بصراحة كان شعور رائع جدا أن تسجل في مباراة وتفرح شعبك وتفرح جميع المحبين للمنتخب الأرجنتيني. أمر رائع، ولعل وعسى أن أخذ الحذاء الذهبي، وسأجعل جميع العالم يرى أنكم لا تسوون شيئا بلا ميسي. أنت عليك أن تخجل من نفسك بعد تضييعك لركلة الجزاء تلك. أخي الصغير يلعب أحسن منك. الحظ حالفكم، وإلا كنتم خرجتم ضدنا. أنت أفضل مني. هيا، لماذا لم تتأهل؟ ابلع اقفل فمك. لوتارو مارتينيز سجل ركلة الجزاء وفيرجيل فان دايك أضاع ركلة جزاء. والآن دعونا نرى ماذا سيقول كريستيانو رونالدو بعد خسارته من المغرب. كريستيانو ربما ذهب لأن لديه إعلان. والآن أعزائي سادتي رحبوا بهاري ماغواير. مرحبا جميعا، هذا أنا. إنجلترا خسرت من فرنسا. أتمنى أن أقول هاري، هل بإمكانك أن تتكلم بسرعة أكثر أرجوك؟ حسنا، أريد أن تفوز الأرجنتين على فرنسا وتنتقم لنا، لأن ذلك المغرور إمبابي استفزني كثيرا بعد ضحكته على هاري كين. بالتأكيد لن يستطيع المنتخب المغربي الفوز على فرنسا. ما الذي أخبرك أن المغرب ستخسر؟ أوه لا، انظروا ما الذي يجري هناك. ماركينيوس، هذه ليست ركلة جزاء يا مغفل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأرجنتين ضد فرنسا في النهائي، إمبابي ضد ميسي، والفائز الحقيقي هو باريس سان جيرمان. أنا أعرف لاعب أرجنتيني مرة أخرى، لكن انتظرونا في الحلقة القادمة، سيكون هناك لاعب مغربي. الآن رحبوا بمارتينيز. أنا لدي سؤال واحد، لماذا أعطوننا 10 دقائق في وقت الإضافي ضد هولندا؟ مارتينيز، هذا كان في ربع النهائي، الآن نحن في نصف النهائي. أنا أتكلم عن ربع النهائي لأنني لم أشعر باللعب ضدكم، لكننا فزنا على البرازيل بركلات الترجيح. بإمكانك قول شيء ما عن ركلات الترجيح؟ نعم، بإمكاني قول أن ميسي عمك في ركلات الترجيح، مثل ما شق حارسكم في ركلة الجزاء. صورة الجبهة. ربما علي أن أكون حزينا الآن، لكنني أخيرا سأستطيع العودة إلى منزلي وأنام وأرتاح. ألا تعلم أن هناك مباراة أخرى لتحديد المركز الثالث؟ يا إلهي، ما زال هناك مباراة أخرى. متى سينتهي كأس العالم؟ متى سأعود إلى المنزل وأنام؟ لوكا، ما بك يا مان؟ لماذا تبكي مثل الأطفال الصغار؟ اهدأ وركز قليلا، هذا كأس العالم. بالنسبة لي أنا متحمس جدا لمواجهة فرنسا، وبالتأكيد سيكون الكأس للأرجنتين. إنها آخر سنة لميسي يلعب في كأس العالم، بالتأكيد ميسي سينتقم منهم. أرجوك اصمت ولا تصرح بأي شيء قبل بداية المباراة، ربما سوف تخسرون، لا تعلم. ميسي عمي، أنا أعترف. ماذا قال؟ أنا لم أسمع. لقد قال إن ميسي سيمسح الأرض في إمبابي. السلحفاة. والآن سنستضيف لاعب من أسود الأطلس، المنتخب المغربي. رحبوا جميعا بحكيم زياش من المغرب. أول حاجة باغي نقولها السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ إن شاء الله كل شي هاني. صحيح باللي رانا خرجنا من كأس العالم، ولكن هانية ما كاينش حتى مشكل. الحمد لله شرفنا كاع المنتخبات العربية بفوزنا على إسبانيا ما كيعرفوش يديروا تا شي حاجة غير كيباصوا الكرة، لكن ما عرفوش يباصوا الكرة في المرمى ديال بونو. والبرتغال ردينا ليهم الطار ديال 1-0 داروها لينا في 2018.
اصلا هما ربحونا غير في التحكيم. زيد هدار وداك المنتخب البلجيكي ما غاديش نهضر عليه كاع، 2-0 كافية، ولكن ما كملتش معانا. ديما التحكيم تدير معانا حاجات خايبة، راكم شفتوا كل شي. 2 بلنتيات ما تحسبوش لينا، ولكن ان شاء الله غيجي واحد النهار ننتقم منهم باذن الله. منتخب فرنسا اقوى منكم. اصلا هذا مش منتخب فرنسي، هذا منتخب افريقي. نعم انهم مجنسون. أعزائي سادتي، رحبوا جميعا بالسلحفاة الحزينة كيليان إمبابي. ماذا؟ لا تريد التكلم لأن تم قصف جبهتك؟ لا يا صديقي، لأنه أنا من كان يجب عليه الفوز في المباراة. سجلت 3 أهداف وفزت بالحذاء الذهبي. كف عن الهراء أيها الخاسر. والآن أريد منكم أن ترحبوا جميعا بأسطورة الأساطير وعم الجميع الذي أخذ كأس العالم عن جدارة، ليونيل أندريس ميسي. شكرا لكم يا أصدقاء، أنا جدا سعيد. ميسي، أنت سجلت ركلة الجزاء وسجلت الهدف الثالث وبلعت الفرنسيين. بإمكاني التحدث قليلا؟ أنا فقط من يتحدث. لا، أنا اليوم سوف أتكلم. طيلة حياتي كنت خجول، لكن الآن حان الوقت لكي أتحدث. أنا لعبت في الليغا الإسبانية وفزت 10 مرات بها، وفزت في الكرة الذهبية 7 مرات، وفرحت بكل إنجازاتي في لعبة كرة القدم. ولكن بصراحة كأس العالم له طعم ولون آخر. بإمكاني الذهاب الآن. مارتينيز يزعجني كثيرا. لو كان موجود بنزيما. نعم، لو كان موجود بنزيما، لكن مدربكم مغفل. على كل، الكل كان يريدني أن أكون مثل مارادونا وأحقق كأس العالم وأن أصنع الفرحة لجميع مشجعين المنتخب الأرجنتيني. أنا أخفقت عدة مرات في الفوز بكأس العالم، وفي أقرب مرة لي في 2014 خسرت به، ولكنني لم أستسلم أبدا. خساراتنا أمام منتخب السعودية حفزتنا جدا للفوز. نصيحتي لكم يا أصدقاء، افشل مرة ومرتان وخمسة وستة وسبعة، ولكن في المرة الثامنة انهض. عندما ستنهض ستعوض كل الفشل وتخرس جميع السلاحف. شكرا لكم يا أصدقاء على مشاهدة المقطع للنهاية. الذي وصل إلى النهاية فأعلم أنك أسطورة. وثانيا أريد أن أشكركم من كل قلبي على 200,000 مشترك في القناة. وبمناسبة هذا الإنجاز العظيم سأصنع حلقة اسألني لكي تتعرفوا علي أكثر. اكتبوا أي سؤال تريدونه في التعليقات، وإن شاء الله سأجاوب عليه في الحلقة القادمة. لكن لا تنسى اللايك والاشتراك.